ديفيد ألابا. هل كان صفقة مجانية فعلا أم خدعة كلفت الريال أكثر من 100 مليون يورو؟ عندما أعلن ريال مدريد تعاقده مع النجم النمساوي قادما من البايرن صيف 2021، ظن الكثيرون أن الملكي أبرم صفقة العمر مجانا، لكن الواقع مختلف تماما. ألابا يتقاضى 23 مليون يورو سنويا، ما يجعله من أعلى المدافعين أجرا في العالم. وبحسبة بسيطة، في 4 سنوات فقط كلف خزينة النادي حوالي 92 مليون يورو بين راتب ومكافأة توقيع. كل هذا مقابل ماذا؟ موسم واحد فقط قدم فيه مستوى مقبول، ثم توالت الإصابات وتراجعت المستويات واختفى التأثير. الآن إدارة الريال تفكر جديا في رحيله هذا الصيف، لأنه إذا استمر حتى نهاية عقده في 2026 فسيرتفع إجمالي ما دفع له إلى 115 مليون يورو. صفقة بدأت بوصفها مجانية وانتهت بكونها واحدة من أكثر الصفقات استنزافا للمال في تاريخ النادي. هل أخطأ الريال؟ وهل يستحق ألابا كل هذه التكاليف؟ شاركونا آراءكم.